سلام. البقوله او الخبيزه كل واحد كيفاش كيسميها. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم التحضير ديالها بطريقتي بلا نقطه الماء. كلشي في مره دوزو نشوفوا الطريقه والمقادير كيفاش حضرتها. غنحتاج تقريبا هنا عندي جوج قبطات ديال البقوله مغسولين ومنقين ومسقطرين بشكل جيد. غادي ندوز باش نقردهم، وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما قردتها. انا قردتها في الهاشوار، ممكن انكم تقردوها غير بالقراده اليدويه. غادي نضيف ليها واحد الحبه كبيره ديال الحامض مصير، قطعتها وحيدت ليها العظيمات وقطعتها مكعبات صغيره. واحد الراس كبير ديال الثومه حكيته في الحكاكه الرقيقه. معلقه ديال المطيشه الحك، الملح على حسب الذوق. غادي نضيف واحد زليفه صغيره ديال الزيتون بلدي مشقوق. ما عنديش الزيت البلديه غنستعمل غير الروميه، تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت الروميه. كما قلت لكم كلشي في مره وما كايناش حتى نقطه الماء. واحد راس معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكمون، وراس معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال التحميره. السودانيه اختياريه، اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي بغى يتخلى عليها ما يستعملهاش ما يديرهاش، ولكن كتواتى بزاف مع البقوله. هنا كما كتشوفوا ضفت نص كاس ديال الحامض، تقريبا واحد 2 حبات ديال الحامض عصرتهم، هما اللي غادي نروي بهم البقوله ديالي. ما غاديش ندير نقطه ديال الماء صافي، وغادي نخلط كلشي مع بعضياته غير باش يتجانسوا ليا هاد العناصر. انا باقي ما ديتش الكوكوط ديالي لفوق النار. من بعد ما غادي نسد عليها كما كتشوفوا، غادي نوضعها على نار مهيله تصفر ليا الكوكوط 20 دقيقه صافي، وغادي نحل عليها. وهذا هو الشكل ديال البقوله من بعد ما طابت ووجدت، كتجي رائعه. ما نحتاجوش اننا نفوروها، كاين اللي كيسلقها. هنا بهذه الطريقه كتبقى محتفظه على الفوائد ديالها كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال البقوله بلا نقطه الماء، كتجي محمضه رائعه سهله كما شفتوا كلشي في مره. جربوها بهذه الطريقه غادي تعجبكم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، عواشركم مبروكه. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بارطاج ولايك الفيديو. سلامه.